السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ هنبدأ معانا بكورس أساسيات في الفيزياء، إن شاء الله كلنا نستفاد. أول حاجة هناخدها في الكورس ده هي نظرية فيثاغورس. احنا طبعا كلنا عارفين نظرية فيثاغورس، خدناها من الإعدادي. نظرية فيثاغورس دي بتكون للمثلث القائم الزاوية، ليكن ده A وده B وده C. بتنص على ان مربع الوتر هيساوي مجموع مربعين الضلعي القائمة، يعني ال C تربيع هتساوي ال A تربيع زائد ال B تربيع. تمام. معانا وليكن مثلا الزاوية دي سيتا، عايزين مثلا ساين سيتا. ساين سيتا اللي هي مقابل على وتر اللي هي الايه على البي. بالمناسبة يا شباب الساين دي اللي هي جا. تمام. عايزين الجتا. الجتا عندنا هنا هتبقى اسمها كوزين. عايزين كوزين سيتا، هتبقى الكوزين مجاور على وتر، المجاور اللي هو بي. عذرا يا شباب، الساين مقابل على وتر، الوتر عندنا هنا احنا مسمينه سي، يبقى A على C. اما كوزين سيتا اللي هي مجاور على وتر اللي هو B على C. تمام. بعد كده احنا عايزين التان ديت اللي هي الزا. التان اللي هي مجاور، اللي هي مقابل على مجاور، التان اللي هي مقابل على مجاور اللي هي A على B. تمام. مش معانا اكزامبل عشان يثبت المعلومة اللي احنا خدناها. الاكزامبل بيقول مثلا احنا معانا مثلث قائم، المثلث دوت الضلع دوت 5 سنتي، الضلع ده 12 سنتي، وهو عايز يعرف اللي هو الوتر ده كام سنتي. تمام. الوتر ده احنا عارفين اصلا ان السي تربيع هتساوي الاي تربيع زائد البي تربيع. ماشي، احنا بس عايزين السي هتساوي جذر التربيع الاي تربيع زائد البي تربيع. الاي تربيع عندنا خمسة تربيع زائد البي تربيع تبقى 12 تربيع. بالآلة هيطلع معانا السي هتساوي 13 سنتي. تمام. احنا كده جبنا الوتر السي جبناه ب13 سنتي. هو عايز كمان الزاوية سيتا. الزاوية سيتا دي ممكن تجيبها بالجا او بالجتا او بالظا، اللي هو الساين او الكوزين او التان. احنا وليكن مثلا هنجيبها بالساين سيتا، والتلاتة هيطلعوا لك نفس الناتج. الساين سيتا، الساين اللي احنا قلنا اللي هو هيبقى مجاور، الساين مقابل على وتر، المقابل عندنا ب5، الوتر احنا لسه جايبينه ب13. شفت ساين انسر، شفت ساين الاجابة هيديك ان سيتا هتساوي 22.61 درجة. تمام. بعد كده هنخش على نقطة بتلخبط الكل دايما، وهي العلاقات البيانية. ايه هي العلاقات البيانية وازاي نتعامل معاها؟ العلاقات البيانية. ماشي، احنا عندنا نوعين في العلاقات البيانية، نوع طردي ويكونوا الرسمتين بتوعه كده، دي رسمة ودي الرسمة التانية، هتلاقيهم دايما كده. هما دول النوعين الطرديين اللي عندنا، ده كده اسمها علاقة طردية. ماشي، دي طردية تزايدية. طب ودي طردية تناقصية. تمام. دي كده الطردي، محدش يتلخبط ما بين دي وما بين العكسية اللي هي بتترسم كده. العكسية هتلاقوها شكلها عامل كده، دي كده علاقة عكسية. اما دي طردية ودي طردية، دي طردية تزايدية وبيكون الميل بتاعها بالموجب، دي طردية تناقصية ودايما الميل بتاعها بالسالب. اما ديت كده عكسية وما لهاش ميل ثابت، لان الميل بتاعها بيجي من طريق الممسات ومفيش ممس ليها ثابت. تمام. ماشي، ناخد اكزامبل عشان نوضح الحتة دي. مثلا هو بيقول ان معانا الواي هتساوي 2x كده. لو انت شاطر في الرياضة هتقول ان الاكس كل ما هتزيد الواي هتزيد اصلا. ماشي، تعالى نرسمها بس عشان نتأكد. دي كده الاكس، دي كده الواي، دي كده 0 1 2 3، وهنا هتبقى 2 4 6. تمام. هنعوض مكان الاكس بصفر، 2 في 0 بصفر، يبقى الواي هي كمان بصفر. تعالى نرسم بالمختلف. الاكس هنحط مكانها 1، 2 في 1 ب2، يبقى الواي ب2. لما الاكس كانت ب1 كانت الواي ب2.
بعد كده الاكس هنحط مكانها 2، 2 في 2 ب4 يبقى الواي في 4 لما كانت الاكس ب2. بعد كده هنحط الاكس ب3، 2 في 3 ب6 يبقى الواي كانت ب6 لما الاكس كانت ب3 وهنوصل. تمام. عايزين بقى نجيب الميل من على الرسمة. الميل احنا عارفين ان السلوب بيكون فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات عندنا هيكون اسمه الدلتا واي على فرق السينات اللي هو الدلتا اكس. الدلتا واي هنا احنا عايزين مثلث، هناخد المثلث الكبير ده. ماشي. الدلتا واي هتكون 6 ناقص الصفر، والدلتا اكس هتكون 3 ناقص الصفر برضه. ف6 ناقص الصفر على 3 ناقص الصفر، الصفر طبعا ملوش لازمة، يبقى 6 على 3 اللي هي ب2. ماشي. خدوا بالكم برضو لو حد عنده شاطر في الرياضة يعني وكده، هيقول كده كده اصلا الميل بيكون معامل للسين، معامل السين اللي هو هيكون هنا معامل الاكس، يبقى دوت كده السلوب. الميل بيكون معامل السين بس، يبقى دوت كده اللي هو السلوب، اللي هو الاتنين. تمام. تمام. ناخد دي كده كانت علاقة طردية تزايدية. ماشي. وكانت بتزيد بمقدار ثابت ومقدار معين وثابت. تمام. عايزين علاقة تناقصية نشوف عشان نعرف الفرق ما بين العلاقة التناقصية والعلاقة العكسية. بيقولك ان الواي هتساوي 8 ناقص 2 اكس. ماشي. هنرسمها عشان نشوفها. دي كده الاكس ودي كده الواي. الاكس 0 1 2 3 4. هنا كده هيبقى 2 4 6 8. ماشي. هنحط مكان الاكس 0، 2 في 0 ب0، 8 ناقص 0 هي 8. طب لما كانت الاكس ب0 يبقى كانت الواي ب8، كانت هنا كده. ماشي. بعد كده هنحط مكان الاكس 1، 2 في 1 ب2 يبقى 8 ناقص 2 ب6، يبقى لما كانت الاكس ب1 كانت الواي ب6 هنا كده. ماشي. بعد كده هنحط مكان الاكس 2، 2 في 2 ب4، 8 ناقص 4 8 ناقص 4 ب4، فلما كانت الاكس ب2 كانت الواي ب4 هنا كده. هنا كده. اعذروني يا شباب. هنا كده تقريبا يعني. هنحط مكان الاكس 3، 2 في 3 ب6، 8 ناقص 6 كانت 2، فلما كانت الاكس ب3 كانت الواي ب2 هنا كده. ماشي. لما نحط الاكس ب4، الاكس ب4، 2 في 4 ب8، 8 ناقص 8 0، يعني لما كانت الواي ب4 الاكس ب4 كانت الواي ب0. وهنوصل بقى. يبقى دي كانت هنا كده. ماشي. عايزين بقى نجيب الميل. احنا قلنا ان الميل بناخد مثلث، وهناخد المثلث ايه؟ هناخد المثلث الكبير ده. الاصفر مش باين صح؟ خلينا في الجرين كده، خلينا في المثلث الكبير ده. تمام. احنا قلنا ان الميل اصلا بيكون فرق الصادات على فرق السينات اللي هو دلتا واي على دلتا اكس. ماشي. دلتا واي على دلتا اكس، احنا خدنا المثلث الكبير، يبقى الواي من 0 ل8، الاكس من 4 ل0، يبقى 0 ناقص 8 على 4 ناقص 0، اللي هو هيساوي -8 على 4. -8 على 4 اللي هو هيدينا -2. ايوه ده الميل طلع بالسالب عشان ديت علاقة طردية تناقصية، واحنا قلنا دايما العلاقة التناقصية الميل بتاعها بالسالب، واحنا عارفين ان الميل دايما بيكون معامل السين، ومعامل السين هنا كده اللي هو -2. تمام. عايزين واحدة في العلاقة العكسية عشان نعرف نفرق ما بين العلاقة التناقصية والعلاقة الطردية التناقصية والعلاقة العكسية. اكزامبل مثلا الواي هتساوي 1 على اكس، نرسمها عشان تبان. دي كده الاكس ودي الواي. الاكس 1 2 3 4، الواي دي كانت دروب
دي نص، دي 1. ماشي. لما الاكس كانت بواحد، 1/1 فيها الواحد، يبقى الواي كانت بواحد، يبقى كانت 1 و1. تمام. لما الاكس كانت ب2 يبقى الواي كانت بنص، يبقى لما الاكس ب2 كانت الواي بنص هنا كده. لما الاكس ب3 كانت الواي بتلت في التقريب يعني هنا كده. لما الاكس ب4 كانت الواي بربع، فكانت هنا كده. فلما نيجي نوصل هنلاقيها جايه كده. الربع لا، ثواني عشان بوظها، مش هتبقى هنا. تكون هنا كده يعني، الربع هنا كده. تمام. احنا عايزين الميل. طبعا دي ملهاش ميل ثابت، لان احنا عارفين ان الميل بتاعها هيجي مماس كده، مش هيكون زي المماس ده، مش هيكون زي المماس ده، فملهاش ميل ثابت. تمام. لو خدتوا بالكم يا شباب ان عندنا قانون زي قانون مثلا السرعه، الفي هتساوي الدي على التي. الفي طردي مع الدي، فهتلاقي دايما الفي ديت السرعه دي كده سرعه، والدي دي مسافه، والتي دي زمن. تمام. فهتلاقي الفي مع الدي هتلاقي علاقه طرديه، كل ما السرعه بتزيد كل ما المسافه هتزيد. تمام. الفي مع التي هتلاقيها علاقة عكسية، كل ما السرعة بتزيد كل ما الزمن بيقل. تمام. ماشي. في حاجة يا شباب بيقولك اسمها مقلوب العكسي طردي. يعني ايه مقلوب العكسي طردي؟ يعني ايه؟ يعني انت مثلا لما تمثل علاقة واي هتساوي 1/x، فانت هتمثل العلاقة ما بين x وواي، فهتيجي كده. تمام. ماشي. طيب لو مثلت العلاقة بقى ما بين واي 1/x كلها، فهتلاقيها كده. لو مثلت العلاقة ما بين واي واكس بس، فهتلاقيها عكسية. لو مثلت العلاقة ما بين واي و1/x، فهتلاقيها طردية. تمام. بعد كده هندخل على حاجة تانية في الأشكال الهندسية، بس هناخد بعض الأشكال الهندسية. على فكرة أنا خطي أحسن من كده بكتير، بس الوايت بورد دي رخمة. أول حاجة هناخدها وهي المربع. ماشي. محيطه المربع، عايزين نعرف محيط المربع. مثلا وليكن ده ال، ده هيبقى زيه ال، ده زي يبقى زيه ال، ده زيه ال. المربع احنا عارفين ان جميع اضلاعه متساوية، فالمحيط بتاعه هيساوي 4 من طول الضلع اللي هو 4 ال. تمام. طب المساحة احنا عارفين ان هي بتكون الطول في العرض، وهنا الطول زي العرض، هتساوي ال تربيع. تمام. بعد كده هندخل على المستطيل. مثلا وليكن ده هيكون ال1 وده هيكون ال2. المستطيل. بعد كده احنا عايزين نعرف المحيط بتاعه. ناخد بالنا ان ال1 في زيها ال1 وال2 في زيها ال2، فهتلاقي ان في 2 من ال1 زائد 2 من ال2. ناخد الاتنين عامل مشترك، فهيتبقى معانا ال1 زائد ال2. تمام. ده المحيط، الطول زائد العرض في 2 اللي هو احنا كنا حافظينه بالعربي. طيب المساحة احنا عارفينها اللي هي الطول في العرض، يبقى ال1 في ال2. تمام. بعد كده الدايرة. بعد كده هناخد الدايرة. ماشي. الدايرة نص قطرها احنا كنا عارفين ان هو اسمه نق، لا هيبقى اسمه هنا اور. تمام. الدايرة المحيط بتاعها دائرة، المحيط بتاعها هيساوي 2 باي ار، 2 باي في طول القطر في طول نص القطر. بعد كده المساحة احنا عارفين ان هي باي في نق تربيع اللي هي باي ار تربيع. تمام. اكزامبل على الجزئية ديت عشان نكون مركزين عليها، مش واقعين حاجة فيها. مثلا عندنا شكل غريب كده. تمام. ماشي. ودي كده نص قطر، والنص دوت 2 سنتي، ومدينا ده كده 5 سنتي،
ومدينا ده كده ب4 سنتي. لو خدتوا بالكم ان ده مقسوم جزئين، جزء كده مستطيل ودوت نص دايرة، فهو عايز المحيط وعايز المساحة. المحيط هيكون ايه والمساحة هتكون ايه؟ اول حاجة المحيط لأي حاجة مجموع أطول أضلاعه. فالأولاني ده مستطيل، أدي 5 و4 و5، 5 زائد 4 زائد 5. الجزء التاني دوت نص دايرة، محيط نص الدايرة اللي هو محيط الدايرة 2 باي اور. محيط نص الدايرة هيبقى نص في 2 باي اور، ار هنا اللي هي ب2. ماشي، الاتنين هتروح مع النص فيتبقى 2 باي، فهيبقى هنا معاك 5 زائد 4 زائد 5 دي كده ب14. ماشي، ومعانا 2 باي، يبقى 14 زائد 2 باي، 14 زائد 2 باي فبالتقريب هتديك 20 و28 سنتيمتر. المساحة بقى هتجيبوها انتوا هتبعتوها لي، المساحة انتوا هتجيبوها وهتبعتوها لي. تمام. بعد كده هنخش على حجوم بعض الاشكال. بالمناسبة يا شباب، المساحة والمحيط بتكون للاشكال في البعدين اللي هو الاكس والواي في النظام الثنائي. اما الحجوم بتكون في النظام الثلاثي اللي هو الاكس والواي والزد، اللي هو في ال 3 دايمنشن او الابعاد الثلاثه. تمام. اول حاجه هناخدها وهي المكعب. ماشي، المكعب الحجم بتاعه، حجم المكعب هيساوي الطول في العرض في الارتفاع اللي هو التكعيب. تمام. طيب متوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات الحجم بتاعه ده كده L1، ده كده L2، والارتفاع ده هيكون L3. الارتفاع ده هيكون L3. الحجم بقى، حجم متوازي المستطيلات، هيساوي ايه؟ الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع، فاحنا هيقل 1 في L2 في L3. انا عارفه انكم كلكم عارفين الحاجات دي بس للتذكير. تمام. تالت حاجه معانا وهي الاسطوانه، وليكن الارتفاع بتاعها ده كده هيكون اتش، فحجم الاسطوانه هيساوي باي ار تربيع في اتش، باي ار تربيع في اتش، اللي هو مساحة القاعدة في الارتفاع، والقاعدة على هيئة دايرة، فمساحة الدايرة باي ار تربيع والارتفاع اللي هو اتش. تمام. اخر حاجة معانا في الحجوم وهي الكرة. حجم الكرة هيساوي 4/3 باي ار تكعيب. حجم الكرة 4/3 باي ار تكعيب. ماشي، خلصنا المساحات والحجوم والمحيطات وكده. يعني هنخش على حاجة اسمها معاملات الوحدات. ايه هي معاملات الوحدات ديت؟ معاملات الوحدات، في وحدات بتعبر عن كميات كبيرة وفي وحدات بتعبر عن كميات صغيرة. زي مثلا احنا سرعة الضوء هتساوي 300 مليون متر على الثانية. 300 2 و6 صفار 2 3 4 5 3 و3 ماشي متر على الثانية. شكلها رخم قوي وكبيرة قوي، فهم لا شكلها وحش. احنا هنعمل حاجات او قوانين هتبسط لنا المسائل والاشكال الرخمة دي. فاحنا شكلها ما تكون سرعة الضوء هتساوي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. لا، ده شكلها كده احسن واشيك وكمان ابسط وسهل، هيكون سهل التعامل معاها. ففي وحدات صغيرة وفي وحدات كبيرة. هناخد الاول المعاملات الكبيرة. المعاملات الكبيرة ديت يا شباب اصغرهم الكيلو، والكيلو دوت هيساوي 10 أس 3. تمام. بعد كده الميجا،
الميجا هتساوي 10 أس 6. بعد كده الجيجا أكبر من الميجا هتساوي 10 أس 9. بعد كده التيرة هتساوي 10 أس 12. تمام، دي كده كانت المعاملات الكبيرة. طيب المعاملات الصغيرة بقى، المعاملات الصغيرة، والمعاملات الصغيرة ديت أصغرهم السنتيمتر. تمام، أو السنتي بصفة عامة، لأن عذرا يا شباب، المعاملات الصغيرة أصغرهم السنتي، والسنتي دوت 10 أس-2، والملي هيبقى 10 أس-3، المايكرو هيبقى 10 أس-6، النانو هيبقى 10 أس-9، البيكو هيبقى 10 أس-12، الفيمتو هيبقى 10 أس-15. احنا مش هنحتاج ده كله تقريبا، احنا هنحتاج السنتي والمايكرو السنتي والملي والمايكرو والنانو بس. ده هنحتاجهم بس مش كتير، بس اللي هنتعامل معاهم اكتر تقريبا السنتي والملي، دي في المعاملات الصغيره. في المعاملات الكبيره اللي هنتعامل معاهم كتير هتلاقينا بنتعامل مع الكيلو كتير قوي. تمام. بعد كده هندخل على اهم جزء تقريبا في المحاضره كلها، وهو جزء التحويلات. جزء التحويلات ده مهم جدا. مثلا احنا عندنا الطول. بصوا بالمناسبة التحويلات كلها لازم تروح للمتر. التحويلات كلها لازم هتلاقينا بنحول رايحين للمتر او جايين من المتر. الطول لو سنتيمتر ورايح للمتر فانت هتضرب في 10 أس-2. عذرا يا شباب، في 10 أس-2. تمام. ولو راجع هتضرب في 10 أس-2 بس. ماشي. المليمتر لو رايح للمتر في 10 أس-3، ولو راجع من المتر رايح للمليمتر فانت هتضرب في 10 أس-3. تمام. المساحة متر تربيع. ماشي. لو رايحين من السنتيمتر تربيع رايحين للمتر تربيع، بص انت ربعت السنتي وربعت المتر، يبقى هتربع الوحدة ديت، يبقى 10 أس-2 تربيع هتديك 10 أس-4. ولو راجع هتبقى في 10 أس-4 بس. تمام. لو من المليمتر تربيع رايح للمتر تربيع فانت اللي هتربع بردك هتبقى فيه 10 أس-6. ولو راجع من المتر تربيع رايح للمليمتر تربيع فهتبقى فيه 10 أس-6 بس. تمام. الحجم بقى، الحجم من السنتيمتر تكعيب رايح للمتر تكعيب فيبقى فيه 10 أس-6. لو جاي من، عذرا يا شباب، المساحة، لا صح المساحة من المليمتر تكعيب رايح المليمتر تربيع رايح للمتر تربيع في 10 أس-6. راجع من المتر تربيع رايح للمليمتر تربيع يبقى في 10 أس-6. صح. السنتيمتر تكعيب في الحجم، السنتيمتر تكعيب رايح للمتر تكعيب يبقى في 10 أس-6. لو راجع من المتر تكعيب هتبقى في 10 أس-6. تمام. لو المليمتر تكعيب رايح للمتر تكعيب فهتبقى في 10 أس-9. ولو راجع من المتر تكعيب رايح للمليمتر تكعيب فهتبقى في 10 أس-9. تمام. بصوا يا شباب، لو رايح من حاجة صغيرة رايح لحاجة كبيرة فانت هتضرب في حاجة أسها سالب. ولو جاي من حاجة كبيرة رايح لحاجة صغيرة فانت هتضرب في حاجة أسها موجب. تمام. example بيقولك مثلا عندك مساحة اريا هتساوي 5 سنتيمتر تربيع. هو عايز الاريا ديت بالمتر تربيع. تمام. ماشي. الاريا هتساوي 5 عادي زي ما هي، وادي المتر. احنا قلنا منين ما تشوف سنتيمتر تربيع هتنزله عشان تحول للمتر تربيع، فانت هتحط مكان السنتيمتر تربيع 10 أس-4. تمام. معانا مثلا وليكن المسافة ديت 5 مليمتر، وعايزين المسافة دي بالمتر، عايزين المسافة distance ديت بالمتر.
فالمسافة هتساوي 5 زي ما هي، هتشيل المليمتر وتحط قيمتها. المليمتر اصلا في 10⁻³ متر. تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا من الكورس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.